وصفتنا النهارده هي البانكيك، هنعملها مع بعض بطريقة حلوة قوي وكمان مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. شايفين شكلها حلو ازاي ومش بتاخد وقت خالص في التحضير، ودي اكتر حاجة اطفال او الكبار بيحبوا ياكلوها، سواء تعمليها كفطار كعشاء سريع. بجد طعمها حلو قوي. اول حاجة معايا في بولة بيضة بدرجة حرارة المطبخ، نحط عليها ربع كوباية من السكر وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، نضرب فيها كويس قوي لحد ما البيضة تحول من لون اصفر الغامق للاصفر الفاتح. كل ما ندخل فيها هواء كل ما النتيجة بتاعتها تبقى احسن. بعد كده هنزل عليها بربع كوباية من الزيت ونضربها كده اديها تقليبه. بعد كده معايا كوبايتين لبن رايب، ولو مش موجود لبن رايب اعملي بديل لبن رايب لبن دافي وحطي عليها معلقه من الخل وسيبيهم، ما هيبقى بديل للبن رايب هيديكي نفس النتيجه. بعد كده هنضربهم كده كويس مع بعض، وبعدين ننزل عليهم كوبايتين من الدقيق وعليهم رشه صغيره من الملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وهنضرب كده المكونات دي كلها مع بعض لحد ما توصل بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى على النار في طاسه، اهم حاجه يكون الطاسه مش بتلزق، او لو الطاسه بتلزق اديها مسحه زيت الاول. اول حاجه نعملها ميني بانكيك باي ازازه عندك بقى بتاع الكاتشب قديمه او اي ازازه او اي حاجه موجوده عندك في البيت، تقدري تحطي كميات كده صغيره. اول ما الطاسه تسخن ننزل بالكميات دي، يعني حبه صغيره كده، هي مش تاخد وقت خالص، هي النار بتبقى متوسطه. اول ما نلاقيها بتعمل البابلز دي هيكون استوت، نقلبها على طول على الناحيه الثانيه، تاخد اللون الذهبي الحلو ده. مفيش ثواني يعني ثواني على الناحيه الثانيه هتلاقيها اخدت لون يعني ذهبي فاتح. شايفين الدرجه دي كده؟ يبقى هي استوت. هنطلعها ونغطيها لغايه ما نخلص كل الكميه. ممكن تعملي كمان لو مش عايز تعمليها ميني، اعمليها حجم اللي تحبيه. انا هنا عملنا برضو الحجم الكبير. الطاسه نار متوسطه، هننزل كده بكميه من العجينه بتاعتنا، واول ما تعمل بابلز كده من فوق يبقى هي استوت، هنقلبها على الناحيه الثانيه. اول ما تاخد لون كده يبقى هي كده تمام واستوت معانا كويس قوي. بعد كده هنطلعها، وزي ما قلت لكم هنغطيها علشان تفضل طريه. اهم حاجه تكون على النار متوسطه علشان تستوي من جوه كويس. شايفين لونها حلو قوي. كمان تحكمي في الحجم اللي انت حباه، عايز تصغري عن كده عايزه تكبريها عن كده براحتك خالص. اول حاجه انا قدمتها بالشكل التقليدي اللي هو بالعسل، وممكن تحطي عليها كمان زبده لو انت بتحبيها كده. بجد طعمها حلو قوي وفلافي قوي، يعني مش بتاخد وقت خالص كمان في التحضير. شكلها حلو وطعمها حلو قوي، مش بتاخد وقت زي ما قلت في التحضير. بيضه واحده عملنا كميه كبيره ما شاء الله، طعمها حلو. كمان تقدري تعمليها وتحطي الصوص اللي تحبيه، سواء عسل او شوكولاته او بلوبيري او مربى او فراوله او لوتس، اي نوع صوص انت بتحبيه وموجود عندك في البيت حطيه، يعني مش لازم تكون حاجه معينه. طعمها حلو قوي، ولو بالعسل بس فهي طعمها حلو قوي، مش محتاج اي حاجه كمان معاها. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.